هل سيدخل الجيل الخامس إلى المغرب وهل له أضرار؟ نعم، الجيل الخامس سيدخل. هل له أضرار؟ نعم له أضرار، وأضرار وخيمة جدا، أضرار وخيمة جدا، لا على الطبيعة لا على الإنسان. لأنه الجيل بطبيعة الحال لكي نصل إلى مستوى السرعة المطلوبة في الجيل الخامس، المشكلة أنه يجب أن نكثر من الموزعات الإشارة، يعني من دوك لي زونتين خصنا نكثروا من دوك الموزعات الإشارة، لأنه البيريمتر مثلا ديال 4 جي أحسن من البيريمتر ديال 5 جي. إذا أنا باش نوصل لواحد البيريمتر كبير ديال 5 جي اش خاصني ندير؟ خاصني نكثر هذوك لي بوين ديال 5 جي. إلا كانوا غيعطيونا 5 جي، إذا كانوا يعطونا 5 جي مصطلح 5 جي يعني بسرعة 5 جي، خصهم يكثروا هذاك البيريمتر، خصهم يكثروا هذوك لي زونتين. هذوك لي زونتين ملي غادي يكثروا بطبيعة الحال، راه من المسببات اللي مخليه النحل تالف هما هاد لي غيزو. انا عندي خالي نحال، وخالي كيقول لي ودي راه ملي ولاو هاد لي ريزو هاد النحل هذا ولا كيخرج كيتلف. الريزو كيأثر على النحل، ال5 جي غيزيد يأثر على النحل، حيت غيكثر لي بوين غيكثروا. واش هادشي غيأثر على الصحه ديالنا؟ غيأثر على الصحه ديالنا. راه واخا تيقولوا لك اودي راه ما تيأثرش على الصحه، راهي كلام خاوي، راهي كلام فارغ، يؤثر على الصحه. وملي تنقول لك يؤثر على الصحه، انا الاب ديالي كان يشتغل في مجال الرادار، المجال الالكتروني، مجال الرادار، التخصص، يعني كيعرف هادشي مزيان، فهمتي؟ راه ما يكذبوش عليك ونقول لك هذاك الشيء لا يؤثر على الصحه، راه يؤثر على الصحه. ولكن واش يأثر على الصحه؟ تيأثر على الصحه. دابا ملي شافوا الناس وعاو ولاو ما كيبغيوش لي ريزو يداروا في لي ريزو يداروا فوق السطوحه وفوق هذا، اش ولاو كيديروا؟ ولاو تيديروا دوك البانوات ويحطها لك قدام العماره كتضرب. بحال انا راه عندي واحد لابارتمون، هذيك لابارتمون جاو هما ما داروا لك لا في سطح العماره لا والو، جاو حتى هنا هما يديروا واحد التابوت حطوه تما.